ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جايلكم النهارده بوصفه بانيه سهله وبسيطه وما خدتش مننا وقت خالص، وان شاء الله هتعجبكم 100%. ما فيهاش لا بيض ولا لبن ولا اي حاجه، محمرينها كده بطريقه اقتصاديه جدا وحاجه كده في منتهى الجمال بجد، وان شاء الله هتعجبكم. بس اهم حاجه لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناه، ما تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زي اللي انتوا بتكتبوها، اللي بجد تسلم ايديكوا وعينيكوا على اللي انتوا بتكتبوه، الحاجات الحلوه قوي دي. وبجد شكرا للناس اللي بتشترك عندي جديد، وكمان شكرا للناس اللي متابعاني من زمان، بجد انا بحبكوا قوي. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي انتوا منين عشان اعرف ارحب بيكم، واسمكوا ايه كمان ان شاء الله. ويلا بينا بقى نسمي الله ونبدا الوصفه بتاعتنا اللي ما خدتش مننا وقت خالص. اول حاجه معايا جبت بصلايه كبيره وبشرتها، يعني احنا بشرناها بشر عادي، وكمان فصين من الثوم. طبعا المية البصل مش هرميها، مية البصل هخليها، هعمل بيها برضو هتبقى في التتبيله يعني وكده. ومعايا كمان البهارات، توم وملح وفلفل وبابريكا وشطة ورقتين من ورق اللورة كده. طبعا على حسب انتي عايزة تحطي بقى بهارات تانية، عايزة تقللي البهارات مفيش مشاكل خالص، اهم حاجة الفلفل عشان الزفرة بس. معايا بقى صدور الفراخ، عملت بقى عليهم، نزلت بالبصل وبالثوم زي ما انتوا شايفين بالمية البصل وكل حاجة، وكمان نزلت بالبهارات وكل حاجة. طبعا خلي بالك من الملح على حسب كمية صدور الفراخ اللي معاكي. حطي ملح، ما تحطيش كتير، انا حاطه قيمه معلقه كبيره، بس مش كبيره مليانه، لا كبيره يعني مظبوطه كده، مليانه انها تبقى مش طالع منها زياده يعني. هنحط بقى كل ده وقلبي كويس لحد ما الصدور كلها تاخد التتبيله، علشان تكون متبله كده و100%. البابريكا حلوه قوي علشان بتضيف اللون الاحمر اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا بتضيف طعم كمان مش اللون بس. بصوا خطيره طعم، وكانت بجد ريحتها من غير كمان ما تتحمر كانت تحفه بجد. هنحطها بقى في التلاجة لمده اقل حاجه نص ساعه، وبعد كده تشتغلي فيها. ومعايا بقى فيجيتار عادي، انا جايبه فيجيتار من عند العطار، طبعا يا جماعه بيبقى احسن 100 مره من ان انتوا بتشتروه من الجاهز ده. الفيجيتار ده منه حار ومنه عادي، بجد تحفه قوي، احسن 100 مره من المعلب. يعني انت لو عندك عطار او سوبر ماركت او حاجات زي كده، اطلبي منه الفيجيتار العادي وهيديهولك باذن الله. طبعا انا ما حطيتش ما اضفتش حاجه في الفيجيتار، لانه هو كده كده بيبقى جاي مبهر وكل حاجه. بجيب بقى صدور الفراخ اللي احنا طلعناها من التلاجة، وبصي تتك عليها زي ما انتوا شايفين كده، اكنك بتعجني عجينه، تك عليها بذمه شويه علشان تمسك الفيجيتار نفسه فيها، ما تخليهاش. بصي يعني انت لما تمسكيها ما تخلي اكنها ما فيها كده، البهارات ما بتنزلش منها ولا الدقيق الفيجيتار خالص بينزل منها، احنا عايزينها تبقى كده، تتك عليها تبكيتين كده كويسين من الناحيتين علشان تطلع معاكي مظبوطه. طبعا الكميه بقى خلصتها، انا لا حطيت بيض ولا حطيت لبن ولا اي حاجه، تطلع معاكي 100% ان شاء الله، وحلوه جدا مش هتطلع فيها اي غلطه، واكنك حاطه فيها بيض ولبن وكل حاجه والبهارات وكل حاجه. وبعد كده سخني الزيت مش لدرجه حراره عاليه قوي علشان ما يتحرقش منك، درجه حراره متوسطه كده، بحيث ان لما تنزل البانيه يعمل يعني طشه كده خفيفه مش تقيله زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده طبعا لما يعوز يتقلب لازم تخلي بالك منه ويتقلب كده لدرجة اللون الذهبي بس، مش اللون المحرق، يعني ما تحرقهوش وتقولي هو ده سن الطياب، لا هو السنة الذهبية اللي انتوا شايفينها دي بس. وبعد كده شيلوه من على النار على طول، صفيه بقى على منديل او على مصفى على حسب ما انت عايزة، بس اهم حاجة صفيه على حاجة تشيل منه الزيت. طبعا احنا خلاص شلنا اول كمية، ننزل بتاني كمية اهي. احنا بهرناه وخلاص سيبناه على جنب، اللي هو انت هتحمريه على طول بس. بعد كده يكون طاب وجماله وحلاوته تتكلم عنه. بصوا الجمال والحلاوة، وكانت قرمشته عالية وفي منتهى الجمال، وطايب 100% من جوه، مش عشان مثلا مقرمش من بره يبقى ني من جوه، لا لا، اكيد طايب 100%. بصوا يا جماعة الحلاوة واللون بتاع البهارات تحفة، لون البابريكا نفسه عامل فيها شغل جامد جدا، وطعمها كان خرافي بجد، حاجة كده في منتهى الجمال وطيبة جدا. 100% طبعا مش هتلاقي فيها اي حاجة مثلا تزعجك. بصي مورقة جدا الفيجيتار، تحفة تحفة بجد، وما بتحرقش ولا اي حاجة زي مثلا البقسماط ولا الكلام ده. طبعا ممكن تعملي بالبقسماط برضو، بس الفيجيتار اللي من عند العطار الفرد ده تحفة بجد، مش هتندمي عليه بجد لو جبتيه. كده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص، ما تنسوش في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس.